السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. وهنا أنا رجعت لكم بهذا الفيديو ولو فيديو شوي متأخر عليكم. هنا أنا رحت الماركت المسواق اللي موجود بمنتجع نخيل بغداد. سوقنا من عنده، يعني تقريبا ثاني مرة أو ثالث مرة احنا رايحين له. يعني بيه شغلات حلوة، صحيح غالي بس بيه شغلات كلش حلوة وكل شي موجود بهذا الماركت. هنا وصلنا للماركت ودخلنا وتسوقنا. هنا صورت لكم الشغلات الموجودة بي والمشتريات اللي اشتريتها. يعني بي شغلات كلش حلوة، يعني واحد ياخذ اللي محتاجه. اكو بي عروض يعني مسوين، يعني هاي الشغلات اللي موجودة اللي عارضة هاي كلها عروض مسوين عليها، من الصابون، من التايت، المعجون، التمن او الرز. هاي المشتريات اللي اشتريتها، هاي صورت لكم اياها ورا ما رجعت من الماركت. هاي الشغلات اللي خذيتها من شابة: صابون سائل، أجبان، ملح، حلويات، أكباس. يعني واي خذيت تايت تقريبا 8 كيلوات ب11,000. يعني كل زين. هذا التايت أنا دائما أستخدم تايت الطوري، بس هالمرة جربنا هذا التايت بالورد، ريحته كلش طيبة. هالمرة غيرت بالشامبو، جبت هذا الشامبو لأن قالوا زينة، وفعلا زينة طلعت. وحلقات البصل خليتها بالثلاجة. هنا هاي الكابتشينو بالسكر وبدون سكر جبت 2. وهنا البسكت مال دايت. هنا الشوربة تقريبا 12 أو 13 كيس جبت. شوربة بالخضار، بالدجاج، الكريمية، بالشعرية، بالعدس، كل شي يعني موجود بيه. هنا هاي حمص بطحينة جاهزة، هاي العلبة. هذا حليب المراعي والنوتيلا، يعني الشغلات اللي اشتريتها اللي محتاجتها أنا. يعني كل مرة أروح يعني أتسوق من هذا الماركت. هنا حبايبي هذا التايت اللي أخذته اسمه أوروبلاس. كلش ريحته طيبة بالورد، أول مرة استخدمه. مال غسالات أوتوماتيك. هنا حبايبي سويت للغداء برياني الكلم بالدجاج. هنا قطعت صدر الدجاج والبصل، نقعت تقريبا قلاصين تمان. وهاي البهارات اللي خليتها: نمو بصرة مطحونة، كركم وكاري. بس نظفتهم، والملح على البرياني، ما خليت أي إضافات. وهذا الكلام أكو ناس تعرفه وأكو ناس ما تعرفه. محافظة كربلاء مشهورة بها، محافظة البصرة مشهورة بزراعة الكلم. أنا ما رحت الكربلاء جبت كيلو، الكيلو كان ب2000 دينار يبيعوا. هنا أنا حمست البصل وراح أضيف عليه صدر الدجاج اللي سلقته، وأضيف عليه التوابل، وبعدين أضيف عليه الكلم اللي قطعته مكعبات، وراح أحمسهم كلهم سوا وأعوفه على نار هادئة، لأن ما يستوي بسهولة، شوية يكون قوي هذا الكلم.
أنا بصراحة هذا الكلام أحبه، يعني أكو بيهم ما يرغبوا له، أكو يعني عائلتي كم واحد ما يرغبوا له، عبالهم شلون الشلغم طعمه، بس هو لا كلش طيب. هنا خلطتهم كلهم سوا راح أحمسه وأتركه على نار هادئة حتى يستوي، وبعدين أضيف عليه التمن اللي منقعته. هنا ضفت الملح عليه، وراح أقلبه وأضيف التمن عليه أو الرز وأحمسهم سوية، وبعدين أضيف له الماي وأتركه. أول ما يخلص الماي راح أخليه على نار هادئة وعوفه يتهدر. أنا هاي طريقتي بالبرياني الكلم بالدجاج. أكو يطبخوه باللحم، أنا طبخته المرة بالدجاج. أنا أحمس التمن ويا المواد اللي خليتها بهذا الشكل، وأضيف له الماي وأخليه على نار هادئة. بنات إذا ما مجربي جربوا، كلش طيب. وأنا قلت لكم أكو ناس أصلا ما تعرفه ولا طابخته. واحد لازم يغير بالبرياني. هالمرة سوينا الكلم، ودائما يسوي برياني دجاج، برياني لحم. هالمرة ضفت عليه الكلم. أنا راح أتركه أول ما يخلص المي مالته أنصيه، يعني أخليه على نار هادئة. بنات والله طلع طعمه كلش طيب، جربوه إذا ما مجربي. وهنا صبينا الغداء، خليته بهذا المنسف، والحمد لله والشكر على هاي النعمة. حبايبي لا تنسونا باللايك والاشتراك، وتفاعلكم قليل، ما تتفاعلون وياي، يعني حتى أظل يعني أنزل فيديوهات إلكم، يعني ما دا أشوف منكم تشجيع يعني القناة.